طبعا هو قد يفهم منه إرادة الاقتتال، حتى لو بدأ وأمكن الصلح نعم يصلح بينهم، لكن إذا بقى في تمادي أو هنالك من تعجل فقاتل ولم يرجع بعد يقاتل طوالي. لكن إلى متى؟ قال حتى تفعيل أمر الله. يعني مرحلة الصلح إلى متى؟ شوفوا يا جماعة، فأصلحوا بينهما. مرات من النصوص قد تفهم منها عند إرادة الشيء لسه ما بدأ، وحتى لو فرضنا بدأ الاقتتال لكن يوجد من يسمع له من الأكابر قالوا انتوا كلكم أولادنا يا جماعة وقفوا القتال ده، إذا أمكن فطيب، لكن بعد ذاك تجي تحكم بيناتهم بالعدل، تحكم بيناتهم بالعدل. إذن عند إرادة القتال دي لسه ما بدأ، أمكن الصلح يصار إليه يا أخي عند بدايته أو يعني الاستمراره، تقاتل حتى ترجع إلى الحق. لو أمكن حتى في هذه الحالة مش رجعوا إلى الحق، دخلوا ناس قالوا يا جماعة وقفوا الحرب دي على أساس إنه يتم صلح مرضي، صلح يرتضيه الناس لا بأس به برضه، ما في حرج. في آيتين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوهم، الآية الثانية واقتلوهم حيث وجدتموهم. دي المراد من يا جماعة قتال الكفار يختلف من قتال البغاة، يختلف. البغاة يعني عند مصطلح الفقهاء هم مسلمون، وإن كان ممكن يكون الكافر باغيا يعني ما هو إشكال من ناحية المعنى العام. نعم تفضل.